شوفوا لي على هالبرجر اللذيذة. شوفوا الجبن كيف ما شاء الله تبارك الله تشهي. ونبدأ بسم الله، نجيب الزيت ونشغل النار ونضيف حلقات البصل ونضيف عليها ملعقة من الملح، وبعدها نبدأ نقلبها ولين يصير لونها ذهبي، وبعدها نضيف الباربيكيو، وبعد ما ضفناه نبدأ نحرك ونقلب بهذا الشكل تماما لين تمتزج النكهة مع البصل. وهنا نضيف الزيت ونضيف عليه طحين، وبعدها نحركهم سوا لين يتجانس الخليط مع بعضه بهذا الشكل. وبعدها نضيف الحليب كاس كامل كبير حجمه طبعا، وبعدها نبدأ نقلبهم سوا لين يتجانس برضو الخليط ويثقل قوامه بهذا الشكل. ونضيف ملعقة بابريكا مدخنة طبعا ونحركهم سوا. شايفين كيف قوامه صار؟ أضفنا كاتشب وجبن موزاريلا وشوية من الخردل وخلطناهم كويس وحصلنا على هذا المزيج الرائع جدا جدا. وبعدها حطيناه بالصحن ونسكر عليه بهذا الشكل، وبعد ما سكرناه نحطه على جنب ونجيب البطاطس الجاهزة ونبدأ نقليها لين ننتهي من كل حبات البطاطس، ولما صار لونها ذهبي نبدأ نصفيها ونشيلها على جنب، وبكذا نكون خلصنا البطاطا. وهنا نضيف شوية زيت أو زبدة اللي تحبون، وبعدها نجيب شرايح لحم البقر الجاهزة أو اللحم الفريش، طبعا هذا مثلج كان عندي وملحته وأضفت عليه رشة فلفل أسود، بس كافي فلفل أسود وملح يعطي نكهة رائعة. وشوفوا بعد ما تشقر أبدأ قلبه على الجهة الثانية علشان يستوي كويس بهذا الشكل. وبعدها أضيف اللي هي شرايح الجبن، جبن البرجر، وأفتح خبز البرجر وأضيف عليه الكاتشب والمايونيز والخس أكيد. وبعدها نبدأ نضيف شوية بطاطس بهذا الشكل، ونضيف اللحم اللي ذايب عليه الجبن. هنا حطيت دبل وقطعة طماطم والبصل المكرمل اللذيذ بيضيف نكهة ما تتخيلونها. وأكيد ما ننسى نلغمها بالكاتشب والمايونيز وملعقة من الجبن، ونسكر بهذا الشكل. وعلينا وعليكم بإيش؟ بالصحة والعافية، والطعم يدوخ، لازم تجربونه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، وبالعافية. لا تنسوا اللايك والاشتراك في قناة كيتشن ميش.